ما خلي جوده ما بيني وبينك نسند بالك يعني فوق عيني يا وليلي كذا يا مويا بالك يا فوق عيني وليلي كذا يا جرح ماذي كبده ويلي اثاري الخرج ضارة تحدي لكن وهو على المدى لخبره علينا الشعر وسدي نادت اناديك ما يشجي لك نداي يا ولاد ما تابي والاخوات بي من بعد يا حسين ما يا الوايات يا انا ظل القطع والقطع رجوات ويلي شمسي مصواب ويلتقي معاي يا خويا والماي ويا ابو اليسعداي خويا بداي يا ارمان اختك غليت وياك اليوم بدار ولك القوم لا يا بنيت رزق خويا وداري يا خويا تعلن بحالي سمية وبتجي وداري عقبكم يا اخوتي ظليت ادخلي يا خويا وانا صيح وحقايق ما شفت راحل وانا صيح خويا زجر كل ساعة يزجرني وانا صيح لو انحاضر يا ابو الشيمة وانا صيح خويا بكى ما جسر واحد يا
صرخت ونادت والفؤاد تفطر انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالسوط آية لما أرلعي أرضيتك يعلوني سيايا طوبا الخنا وأنا العزيزة قد عضايا الربي الظنا قل لي فديتك ليت عايا جلل الفنا فأجابها من فوق شايقة القنا قضي القضاء بما جرايا فاسترجعي وخي زينب حكم القضاء عليك رايا ابو المشعري حكم القضاء عليك رايا ابو المشعري فعلى السباع والضرب يا اخت اصبري صبرا كما صبر الذي سكن الغريب وتكفلي حال اليتامى والغريب وتكفلي حال اليتامى والغريب ما كنت أصنع في حماياهم فاصنعي خويا يا وصيت يا زينب العيال خويا عينك دحطية من الأطفال تدري يوم ربعتي ومن الشميس يرسلهم اغلاط لا يا دب خويا انا بعيني لباري لك عيالك يا خويا بروحي لا سجد لك تركنا في ذلك إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة.